واش كنتوا عارفين ان البرتغال كانت ديالنا؟ هاد القصور اللي كتشوفوا في الفيديو ماشي في المغرب، هادي في الاندلس. وماشي الاندلس اللي كتعرفوا، هادي في البرتغال، قصور مغربيه في البرتغال. اليوم غادي نعرفوا ان اجداد كريستيانو رونالدو كانوا كيقدموا البيعه لملك المغرب، ماشي سيمانه ولا سنه، طيله 250 سنه. تبع معايا باش تعرف. قصتنا غادي نبداوها من معركة الزلاقة. كنا كنعرفوا وقرينا أن معركة الزلاقة ربحناها في 1086، ولكن شنو هي هاد الزلاقة وكيفاش انتصرنا؟ واش دانا لهاد الزلاقة كاع؟ كنا كنعرفوا أن الأندلس كانوا فيها ملوك الطوائف، وهاد ملوك الطوائف ما تفاهموش، قسموا البلاد، شي خدا مدينة، شي دار إمارة، وبالتالي سهل على البرتغاليين والإسبانيين أنهم يسترجعوها. على شويه غادي نعتمدوا في هذا البحث على كتاب الدكتوره سحر السيد عبد العزيز سالم، حاصله على الدكتوراه في تاريخ بطليوس الاسلاميه وغرب الاندلس في العصر الاسلامي. ما تقولوليش علاش خديت هذا المرجع مصري، لان الدكاتره ديالنا في المغرب ما مسالينش، عندهم ما هو اهم. هذا الكتاب تيحكي تاريخ المغرب من نهار حطوا المغاربه رجليهم في البرتغال حتى خرجوا منها. وهادو رسائل صيفطوهم ملوك الطوائف الملك المغرب انذاك يوسف بن تشافين، كيستنجدوه كيمجدوه فيها، وتيقولوا على انه الوحيد اللي قادر ينجدهم او لا ينقذهم من الانهيار. اللي كان ملك اسبانيا في ذاك الوقت هو الملك الفونسو. كانت الطريقه ساهله باش كيخوض الحروب، تيمشي للمدينه كيحاصرها وتيطوقها من جميع النواحي، كيخليهم حتى كيجيهم الجوع وكيخرجوا. كان كيربح المعركه بلا قتال بطريقه سهله وبسيطه وذكيه في نفس الوقت. منين وصلوا الخبر ان الملوك ديال الطوائف اللي بقاو رسلوا رساله ليوسف بن تشافين تيطلبوا النجده، حتى هو كتب رساله ليوسف بن تشافين قال له بالنص: فلا خفاء على ذي عينين انك امير المسلمين، بل المله المسلمه، وانا امير المله النصرانيه، ولم يخف عليك ما عليه رؤساؤكم بالأندلس من التخاذل والتواكل والإهمال للرعية. وطلب من يوسف بن تشافين إما يجي عنده الأندلس يتقاتلوا تما، وإما يوسف بن تشافين يصيفط له سفن ينقلوه يجي للمغرب ويتقاتلوا هنا. إلا ربحنا نديو الأندلس، ولا ربحنا هو يدي المغرب. شنو دار يوسف بن تشافين فاش وصلته الرسالة؟ ما ضيعش معاه الوقت، هي ديك الرسالة النيت قلبها وكتب على ظهرها: من أمير المسلمين يوسف بن تشافين إلى أدفونش، أما بعد فإن الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه بأذنك، والسلام على من اتبع الهدى. قال له يعني الجواب د الرسالة غادي تشوفها بعينك، ما غاديش تسمعها بودنك. كان يوسف بن تشافين عارف أن ملوك الطوائف ما فيهم ثقة، متخاذلين. شحال من واحد منهم باع البلاد وخدا الفلوس ومشى، ولكن كان في الأندلس رجل صادق كان سميتو المعتمد بن عباد، آخر ملوك الطوائف من بني عباد. أمر يوسف بن تشافين الجنود ديالو باش يعبروا البحر للجزيرة الخضراء، وقال واحد الدعاء يا سلام، قال: يا ربي إلا كان الخير في هذا العبور ديال هذا البحر، الخير والصلاح للمسلمين، سهلوا عليا، ولا كان ما فيهش الخير والصلاح صعبوا عليا باش ما ندوش، ولكن ربي يسر له الامور. غير وصل يوسف بن تشافين للجزيره الخضراء، اول حاجه دارها هو بدا تيبني وتيرمم دوك الاسوار اللي كانوا في ديك المدينه. في نفس الوقت كان الملك الفونسو كان داير حصار على مدينه ساراقوستا. فسمع الملك ديال اسبانيا ان يوسف بن تشافين قطع البحر وصل، شداتو الخلعه، صافي تسالاولو. شنو دار؟ كتب واحد الرساله قال له فيها فيما معناه زعما انا كنتسنى فيك تجي وانت جاي مخبع وكتربص. فاش وصلت الرساله ليوسف بن تشافين قال للجنود ديالو: يلا نشوفوا هاد خونا مالو. اتفقوا على انهم غادي يتلاقاو في بطليوس، وبطليوس هي هاد العلامه اللي كتشوفوا في الخريطه، كاينه ما بين البرتغال واسبانيا، وتما كاينه الزلاقه. كان الجيش المغربي مكون من 30 حتى ل 40 الف مقاتل، والجيش الاسباني كان الضعف ديالو لانه استنجد بالامراء ديال فرنسا وديال ايطاليا.
الجيش المغربي كان مكون من قبائل البربر اللي كان القائد ديالهم داود بن عيشه. وهذا داود بن عيشه بالمناسبه قائد عظيم، وكان عنده دور كبير في فتح الاندلس. والجيش ديال يوسف بن تشافين كان احتياطي، كان مكون من قبائل المتونه وصنهاجه ومصموده زناته غماره والحرس ديال الامير اللي هو حاليا الحرس الملكي. والجيش الثالث كان مكون من جنود اللي كانوا في ملوك الطوائف الاندلسيين، نقول لهم الاندلسيين بين قوسين، اللي كان القائد ديالهم هو ابن عباد. اتفقوا على ان الحرب غادي تكون نهار الاثنين، لان نهار الجمعه عيد المسلمين، ونهار السبت عيد ديال اليهود، ونهار الحد عيد ديال النصارى. ولكن شنو دار ملك اسبانيا الفونسو؟ غدرنا، هجم علينا نهار الجمعه. كان التاريخ هو 23 اكتوبر 1086. الجنود اللي كانوا مع بن عباد فاش شافوا الجيوش الاسبانيه جايين هربوا، خلاوه بوحده. شكون اللي غادي ينقذوا؟ غادي ينقذوا داود بن عيشه اللي كان قائد ديال جيوش البربر. عرفتي كي داروا لهم؟ سحقوهم، دمروهم حرفيا. الملك الفونسو تمكن من الفرار، معاه 300 فارس. تخيلوا معايا، جاب معاه 80 ألف مقاتل ورجع ب 300. وكانت هذه هي القصة ديال معركة الزلاقة. يوسف بن تشافين من بعد رجع للمغرب بعد ما نقد ملوك الطوائف من البطش ديال ملك اسبانيا. من بعد وصلوا الخبار ان ملوك الطوائف رجعوا لعادتهم القديمة، ولاو عاطينها غير اللومالي والزهو. رجع عاوتاني الاندلس ودا معاه داود بن عيشه، عطاه واحد الطرف تما وخلاه ورجع. عاوتاني وصلوا الخبار بانهم والو، ما بغاوش يديروا عقلهم. طلع المره الثالثه الاندلس، جاب معاه دوك الملوك ديال الطوائف كاملين دخلهم من المغرب. وهنا يوسف بن تشافين انهى رسميا حكم ملوك الطوائف في الاندلس، واصبحت الاندلس تابعه للمغرب او تحت حكم ملك المغرب يوسف بن تشافين. هذا اللي كتشوفوا في الفيديو هو اشهر قصر مغربي في البرتغال، سميتو كاستيلو دوس موروس، قصر المغاربه وقصر الموريين. كاين في مدينه سنترا او شنطاره. هذا القصر بناه يوسف بن تشافين، ومازال البرتغاليين محافظين عليه الى الان. الا بغيتي تدخلو خاصك تخلص 18 اورو. هذا القصر مسجل في اليونسكو باسم كاستيلو دوس موروس. كانت هذه النهايه القصه ديالنا. الا وصلتي لهنا ما تنساش تدعمني وبارطاجي هذا الفيديو باش المغاربه يعرفوا التاريخ ديالهم. تحياتي، بيس.